تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض من احلى والذ كيكات الشوكولاته اللي هتجربيها. عايزه اقول لك هتحسي كده ان انت بتاكلي مش كيكه شوكولاته عاديه، لا هي قطعه براونيز كده. عايزه اقول لكم والله الصوص اللي هنعمله النهارده واخدها في حته تانية خالص. فيلا بينا نسمي الله كده ونصلي على رسول ونبدا الوصفه. اول حاجه معايا هنا طالب بيضات بدرجه حراره الغرفه، ومعايا هنا الفانيليا بتاعتي، معايا نص كوبايه من السكر. النهارده هستخدم المضرب السلك العادي، طبعا تقدري تستخدمي الخلاط مفيش اي مشكله في المرحله دي. هبدا اضرب كويس جدا لغايه ما اوصل لقوام فومي كده ولونها يفتحي معايا. في الوقت ده معايا هنا نص كوبايه من الزيت، هديها برده تقليبه كده كويس مع بعض. بعد ما خلطت بقى كل المواد السائله معايا هنا بقى المواد الجافه عباره عن كوبايه ونص من الدقيق. طبعا اهم حاجه الدقيق بتاعنا لازم ننخله كويس جدا. ومعايا هنا نص كوبايه من الكاكاو اللي هنستخدمه النهارده كاكاو خام اسباني، برضه طبعا لازم ننخله لان الكاكاو بيكون فيه تكتلات. هبدا انخل بقى الكاكاو بتاعي، شايفه التكتلات اللي معايا دي ده لازم، عشان كده لازم ننخله. بعد ما نخلت الكاكاو بتاعي حطيت طبعا رشه الملح، ومعايا معلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف، ومعايا معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان بتخلي طعم الكاكاو بتاعنا يظهر وبتدينا نكهه حلوه جدا. ونزلت في الاخر بنص كوبايه من الميه الدافيه، وبعد كده هديلهم تقليبه حلوه جدا. ومعايا طبعا الصينيه بتاعتي هديلها بس كده مسحه من الزيت ورشه كده من الكاكاو، وابدا انزل بقى بخليط الكيك اللي معايا. في الوقت ده طبعا انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180، بدخلها في الرف الاوسط وبتطلع معانا، عايزه اقول لكم بتبقى خطيره بجد. هننزل بقى كل خليط الكيك اللي معانا في قلب الصينيه. طبعا تقدري تستخدمي صينيه 24 او مقاس صينيه 26. انا هدخلها الفرن، على ما الكيكه بتاعتنا تدخل الفرن وتاخد التسويه بتاعتها المظبوطه هنجهز مع بعض احلى صوص هوت شوكليت. معايا هنا كوبايه من الحليب، ربع كوبايه كده من السكر، نص كوبايه من الكاكاو، ومعلقه كده من الزبده. هديلهم تقليبه حلوه جدا مع بعض، وبعد كده هرفعهم على النار طبعا مع التقليب المستمر. عايزه اقولك ريحه الصوص اصلا لوحده في حته تانية، هينقل الكيكه معانا. بص هتحسي كده بتاكلي قطعه براونيز بالهوت شوكليت خطيره بجد. ده كده شكل الصوص بتاعنا بعد ما خلصت رفعته من على النار. طيب شكل الكيكه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن هديلها بس كده، اجيب اي ستيكس او اي خله عندي هعمل فيها بس كده زي فتحات، وهبدا انزل بالصوص بتاعنا. الصوص طبعا الكيكه بتاعتنا كانت بردت شويه، بس الصوص كان لسه سخن شويه، هننزله بقى على الكيكه. عايزه اقولك هتتشرب من الصوص ده وكانت خطيره. حبيت ازينها هنا بشويه كده من الشوكولاته المبشوره، طبعا تقدري تستكفي بيها كده ما تحطيش اي حاجه، بس بصراحه حبيت كده اديلها اي شكل. وكان عندي كده الفراوله، طبعا موسم الفراوله الجميل اللي احنا فيه ان شاء الله نعمل منه شغل حلو جدا. زينتها كده بكام واحده من الفراوله، وتعالوا بقى نقطعها مع بعض ونشوف شكلها وجمالها من جوه عامل ازاي. عايزه اقول لك تحسي كده ان هي كيكه، هي هتلاقيها غنيه شويه، تحسها فودج جدا طبعا بنسبه الكاكاو اللي فيها. وهتحسي كده ان هي يعني بصي قطعه براونيز مع الصوص الخطير اللي احنا عاملينه النهارده، ناقلها في حته تانية بجد. عاوزه اقولك كانت خطيره، مش هتبطلي اكل فيها بجد. اتمنى تجربيها. اشوفك على خير في وصفات تانية جايه جديده، بس يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير. مع السلامه.